الطباخ التركي الشهير بوراك رفع دعوى قضائية على بواه، والسبب انه لقى بواه باع عليه كاع المطاعم ديالو. Diyorum ismimi, resmimi izinsiz kullanıp emek hırsızlığı yapan insanlara وظهر الشيف العالمي في فيديو يوضح فيه لمتابعيه انه رفع دعوى قضائيه ضد الوالد ديالو بتهمه الاحتيال عليه سرا فيما يخص مطاعمه الشهيره، مؤكدا انه سيواصل المسيره المهنيه ديالو في عالم الطهي بمفرده. كما بين في مقطع تداولته منصه التواصل انه لم يعد يمتلك اي مطعم باسمه بعد الان، يعني كاع المطاعم ديالو باعهم ليه باستثناء مطعم واحد في اسطنبول، قائلا ارجو الا تنخدعوا باللصوص الذين يستغلون اسمي وصورتي. وسبب المشكل الكبير هو انه لقى بواه باع حقوق الاسم ديالو لرجل اعمال اجنبي دون علمه. تصور بواك يبيع ويشري فيك وانت ما على بالكش، ما فراسك والو. الخلافات ديالو مع الوالد ديالو ماشي هي الاولى من نوعها، لعل اخرها هي المعارضه ديال بواه لذهابه الى مناطق المتضرره من زلزال تركيا العنيف. şu an şu binada Taha Duymaz'ın kendisi, Melek Duymaz kardeşi, Umut Duymaz kardeşi, halası ve eniştesi var ve diğer yaşayan abi bir tane Levent abi, bir konu daha mevcut ya. واندلعت الأزمة بين بوراك ووالده عقب زلزال تركيا المدمر. اتسعى بوراك على تقديم يد العون قدر المستطاع للمناطق المتضررة من الزلزال، غير أنه واجه عقبات مع الوالد ديالو خلال تلك الفترة، ولم يستطع بوراك تحمل محاولة عرقلة مساعداته لضحايا الزلزال في موطنه هاتاي. Hatay, Adana, Maraş, Diyarbakır, Van ve bir sürü ilde olan depremdeki görüntülerin hepsini görüyorum. Ve ne yapacağımı bilmiyorum ama şu anda مما دفعه لقطع جميع الصلات ديالو مع الوالد ديالو. imkanı olan kimse esirgemesin yardımını. Gerçekten halen güç altında insanlar var ve gerçekten durumları çok kötü. Bir sürü mesaj geliyor, bir şey yapamıyoruz. Sadece paylaşım yapamıyoruz. Lütfen herkesin eline من المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر القادم. يطالب بوراك الذي يزعم تعرضه للخداع لمحال التجارية والمطاعم التي تستخدم اسم ديالو والصورة ديالو بإزالة اللافتات، أو لا غادي يقوم بالمتابعات ديالو. تصور كاع الثروة ديالك كاملة اللي جمعتي حياتك كاملة يجي بواك ويبيعها لك مورا تحت. diyorum ismimi, resmimi izinsiz kullanıp emek hırsızlığı yapan insanlara أعطيونا الآراء ديالكم.